الله. بص كريمه. بصوا يا جماعه، بصراحه هو الفيديو ده انا كان نفسي جدا ان هو يكون اعلان، بس للاسف هو مش اعلان. ليه؟ لان انا هتكلم عن منتج جامد جدا، لو جربته من اول مره هتدمنه، اوعدك انك مش هتبطل تشتريه ابدا. حلاوه بريد رشيد الميزان الشوكولاته جامده، واخده ميكس كده ما بين الحلاوه الطحينيه مع الشوكولاته، طعمها جامد. الفكره ان دي فيها 3 مميزات. اول حاجه سعرها كويس جدا، تاني حاجه طعمها السكر بتاعها مظبوط جدا مع طعم الشوكولاته، جامده جدا. المكونات بقى ودي اهم حاجه، ما فيهاش زيت نخيل، معموله من زيت نباتي عادي جدا اللي هو عباد الشمس، وده كويس جدا. طبعا اللي يعرف زيت النخيل يعرف ان هو اكتر حاجه مضره بتدخل جسم الانسان، طبعا زيت النخيل ده سيء جدا، دي ما فيهاش. اهم حاجه بقى خالص اللي محتاجينها دلوقتي اللي هي ايه؟ صيامي 100%، ولا فيها لبن بودره ولا لبن مجفف ولا زبده او سمنه، تقدر تستخدمها عادي في صيامك سواء صيام كبير صغير. تعالوا نفتحها ونشوف ايه شكلها. بصوا يا جماعه، تفتح الغطا اهي، فيها كيس اهو، ايزي اوبن جدا، اوعى المايك يبوظ، ايزي اوبن جدا. هنعمل كده، الله. بصوا كريمه. بصوا يا جماعه، كفايه كده عشان انا مش هاكلها اصلا بصراحه، دلوقتي الساعه 3 الفجر فمش هينفع اكلها. جامده ما فيهاش. بص اقول لك بقى على اوبشن تاني بقى، ان انت بعد ما تخلص كل الموضوع ده هتستخدم العلبه دي كبهارات، علبه بهارات، تحط فيها بقى ملح، فلفل اسود، كمون، اللي انت عايزه عادي جدا، يعني كلها مميزات. طب ما تيجي نعمل اعلان بقى بما اننا اتكلمت عليها كتير. لو انت نعسان جعان طهقان زهقان، يبقى دلوقتي لازم تشتري حلاوه بريد من رشيد الميزان، نباتيه صحيه توفيريه. اتمنى بقى ان انت تجربها وهتعرف ان كلامي ده مش كذب. وبس كده.